صباح الخير، صباح النشاط والرياضة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج استباحة رياضية، اللي بنغوص فيه سوا في عالم التدريب عشان نكتشف الأسس اللي بتساعد الرياضيين يوصلوا لأعلى مستوى. النهاردة هنتكلم عن الأساس السابع من مبادئ التدريب الرياضي، أساس التنويع في التدريب الرياضي أو التموج، وإحنا كنا بنقول عليه التموجية. المبدأ ده مهم جدا في تصميم البرامج التدريبية الفعالة، لأنه بيأكد على ضرورة تقديم الأحمال التدريبية بشكل منوع وفي التوقيت المناسب، بحيث كل حمل يتناسب مع الحمل اللي قبله، وده بيضمن تقبل اللاعب للحمل الجديد دون إجهاد، وبيساعده يتكيف مع الأحمال السابقة. يعني جسم اللاعب لازم يتكيف مع الأحمال اللي قبل كده والأحمال الجديدة. نص الأساس بيقول: يجب أن تقدم الأحمال التدريبية بصورة منوعة في شكل موجي وفي التوقيت المناسب، بحيث يقوم كل حمل بدرجة تتناسب مع الحمل السابق له، بما يضمن تقبل جسم اللاعب للحمل الجديد دون إجهاد ولا يعوق تكيفه مع الأحمال السابقة. واحنا كمان حتى في دورات التخطيط التدريب الرياضي المدرب بيستمتع بمبدأ التموجية، وازاي ان هو يشكل حمل التدريب عن طريق مبدأ التدرج والتموجية. وبالتالي احنا عايزين نروح لمفهوم التنويع في محتوى التدريب الرياضي. ايه هو بقى مفهوم مبدأ التموجية او مبدأ التنويع في محتوى التدريب الرياضي؟ التنويع في محتوى التدريب الرياضي يعني تقديم التمارين والأحمال التدريبية بشكل متنوع، بحيث يتبادل الأداء بين فترات جهد وفترات راحة، وبين تمارين صعبة وتمارين سهلة. طب عناصر التنويع في التدريب الرياضي ايه؟ أول حاجة تقديم الأحمال المتتالية في شكل تموجي، يعني توزيع الأحمال التدريبية بحيث تلي التمارين الشاقة تمارين أقل جهد، والعكس، زي ما بنقول عليها ايه؟ بنطلع بالحمل وننزل بالحمل. تبادل الأداء بين أنواع الشدة المختلفة، يبقى بننفذ تمارين بشدة عالية تليها تمارين بشدة منخفضة، والعكس. التبادل ما بين الأداء والراحة في الأحمال المتتالية، توفير فترات راحة مناسبة بين التمارين الشاقة لتجنب الإجهاد. تبادل الأداء الصعب مع الأداء السهل، تنفيذ تمارين صعبة تليها تمارين سهلة، والعكس. ونروح بقى لكيفية تحقيق التنويع التموج في التدريب الرياضي. يمكن تحقيق التنويع في محتوى التدريب الرياضي من خلال الأبعاد التالية. في 10 أبعاد هنتكلم فيه. أول حاجة التنويع في درجات أحمال وحدات التدريب، يعني بغير شدة الأحمال التدريبية ما بين الوحدات. 2. التنويع في عدد التمرينات، تغيير عدد التمرينات في كل وحدة تدريبية، مش نفس العدد في كل وحدة. التنويع في شدة أداء التمرينات، يعني تنفيذ تمارين بشدة عالية تليها تمارين بشدة منخفضة. التنويع في سرعة أداء التمرينات، تغيير سرعة تنفيذ التمرينات بين الوحدات. التنويع في فترات الراحة ما بين كل تمرين، يبقى بدي فترات راحة مناسبة بين التمرينات. التنويع في تأثيرية التمرينات في اللاعبين، بتؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم وبتؤثر على لاعب بخلاف لاعب آخر. التنويع في تأثيرية التمرين وتأثيرية التمرين التالي له، يبقى بنفذ تمرين بتأثر على أجزاء مختلفة بترتيب مناسب، والتمرين اللي بعده بتؤثر على أجزاء أخرى. التنويع في الأدوات المستخدمة في تنفيذ التمرينات، يبقى بنوع في الأدوات. التنويع في الظروف المحيطة بتنفيذ التدريب الرياضي، بيبقى في بيئات مختلفة. لو أنا هروح ألعب في بيئة فيها ملعب مثلا صناعي زي كرة القدم، بحاول إن أنا لو أنا الملعب بتاعي طبيعي بحاول إن أنا أتدرب في نفس الأسبوع على ملعب صناعي. التنويع في التشكيلات المستخدمة في أداء التمرين، تنفيذ التمرينات بأوضاع مختلفة، يبقى بغير التشكيلات. ونروح بقى على الآثار السلبية لتنفيذ التدريب الرياضي على وتيرة واحدة. نلاقي بعض المدربين كل يوم بيشتغل نفس الشغل اللي قبله، أو بنفس الأداء، أو على نفس الوتيرة وبنفس التمرينات وفي نفس الظروف، يؤدي ذلك إلى إيه؟ تكيف أقل في الدرجة، عدم تحقيق التكيف المطلوب لأني ما بزودش الحمل شوية في أجهزة الجسم. ملل وضجر اللاعبين بتبقى في ملل، فقلة التنوع بتسبب ملل اللاعبين. الإصابات والإجهاد في بعض الأحيان، التكرار المستمر لنفس التمرينات بيزيد من خطر الإصابات والإجهاد. ونروح بقى على المدركات الخاطئة في أساس التنويع أو التموج في التدريب الرياضي.
التركيز على محتوى مكرر للتدريب الرياضي يحقق أفضل نتائج التكيف. الحقيقة إن التكرار المفرط الزائد لنفس التمرينات بيؤدي للملل والإجهاد وبيقلل من فاعلية التدريب، أما التنويع مهم لتحقيق أفضل النتائج. استمرار التمرينات في التدريب الرياضي بدون راحة يحقق أفضل تكيف ولا تأثير سلبي له. الحقيقة طبعا عدم توفير فترات راحة مناسبة بين التمرينات بيؤدي للإجهاد والإصابات. الراحة جزء أساسي من عملية التكيف. الراحة جزء أساسي من عملية التكيف، إذا ده مدرك خاطئ إن أنا أستمر في التمرين بدون راحة بيحقق أفضل تكيف. التنويع في استخدام الأدوات والإمكانيات المتاحة يكسب التدريب الرياضي شكلا أفضل، لكن لا فائدة منه. يعني الحقيقة إن التنويع في الأدوات والإمكانيات بيزيد من فعالية التدريب وبيساعد في تطوير مهارات مختلفة، وبنلاقي مدربين كتير عندهم أدوات وعندهم أشياء كتيرة وأجهزة وما بيستخدموهاش، وبالتالي ما بيبقاش عندهم تنويع، فبيبقى في ملل في التمرين، بيبقى المدرب عنده حاجة ناقصة. فبالتالي لازم المدرب يعرف ان هو ازاي يستغل كل الادوات المتاحة وكل الامكانيات المتاحة امامه عشان يغير في التمرينات ويبقى عنده مبدأ التنويع عشان ما يحصلش ملل للاعبين. وبكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. في الختام، مبدأ التنويع في التدريب الرياضي أو التموج هو أساس تصميم برامج تدريبية فعالة بتتناسب مع احتياجات اللاعبين وبتساعدهم يتجنبوا الملل والإجهاد، وبتسهم في تحسين الأداء الرياضي بشكل عام. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك شير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية، ونشوفكم على خير.